يا صاحبي قربك علينا كما الغن، حلو الطعم لا صار بالشاي ذاي، حلو الطعم لا صار بالشاي ذاي. أنا أول ما شفت هذا الشخص الشاعر اللي راح الهبيدة حرام إني حسبته مضيفة في الخطوط الإماراتية. يعني وش إنه يلك اللي أبو كلب واللطمة اللي هنا لقى بنفسه بشاعر الوطن في الكويت، هو ما عنده إلا بيت واحد. يا صاحبي قربك علينا كما القند، حلو الطعم لا صار بالشاي ذايب، كرهني حتى في الشاي صرت أشرب سنتوب. هو قصايده عبارة عن كلمات بدوية يجمعها ويركبها على بعض، بس يرحم أمك ركب له من غير جملة واحدة خلها جملة مفيدة، حرام عليك. انا ما لقيت اصلا احد فاهم انت وش تقول. بالله انك تحط لنا اللي يهرج في الزاويه حق لغه الاشاره يمكن نفهم، ولا جيب حق قناه الجزيره وخليه يتكلم وراك. هو يقول اني انا الصراحه يوم اسمع قصايده تتلخبط مشاعري، لاني ما ادري انا اضحك ولا ابكي. هذه اسميها هواجيس ورع، والبحر اللي تكتب عليه اسمه بحر المجاري. وش عاد اقول؟ ما اقول الا الله يستر بكره لا تنزل قصايده عندكم في كتاب النصوص يا اهل الكويت. ماذا قال الشاعر الملقب بالهبيده عن الشاي؟ عاد عندكم شعراء في الكويت خلص الشعر عندكم. إلى هذه الدرجة وصلتوا يا أهل الكويت؟ يعني عجبكم ذا اللي وجهه تقول وجه خطر اللي كان في الحيالة؟ الصدق يا أهل الكويت والله إن حان الوقت إنكم تفتحوا لكم فرع الإشهار عندكم. ما عندكم قدرة مالية نعطيكم كم غرفة من عندنا، يعني عادي يا إخوان ومن على بعض. وفي النهاية هناشد من عائلة الهبيدة أنهم يفتكون الجوال من هذا الشخص وقتله بعد قبل لا ينمو ويتكاثر.